ده معنى الايه؟ معنى الحديث. وطبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام بقى في الحديث في الآخر بقى: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. إشارة إلى إن القلب له فتوى. نعم. يعني في حديث بس العلماء بيضعفوه، ها اللي هو إيه؟ استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ده مشهور إنه يقول لك استفت قلبك، يجي في الحاجة اللي محتاجة مفتي. بل لو وقف قدام الشافعي يقول له والله اديني مهلة فكر، يوم على طول داخل فيها هو الايه؟ استفت قلبك. لا، استفت قلبك في مسائل الورع، مسائل الورع اللي هي مش حلال وحرام. مثلا عندي جدت عليا مسألة مش لاقي مفتي. طب انا قلبي بيقول لي ايه؟ اقدم ولا احجم؟ هو ده اللي ممكن استفتي قلبي فيها. يبقى استفتاء القلب في مسائل الورع او في حالة فقدان المفتي او اخذ بالاحوط في المسألة. وعندنا فتوى لابن مسعود يعني ايه تبين هذا الايه هذا المعنى. وكلاهما صحيح، وكلاهما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. لما سألوا ابن مسعود عن رجل مرابي، نعم، بيتعامل بالربا، هل ممكن نروح ناكل عنده؟ قال: كلوا لكم المهنة وعليه الإثم. وسئل مرة أخرى نفس السؤال فقال لهم: الإثم حواز القلوب. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مش كل شوية تروح تاكل عنده. ما خلاص بقى أنت بقت عادة عندك، كل شوية تروح تاكل عنده سيحوز قلبك هذا الإثم وتعود عليه وتتعود تاكل للحرام بقى. خلاص. لكن أنا أستخدم الفتوى الأولى في إيه؟ إن هو لو مثلا كان أخي، أبي، عمي، حماية، تمام، وإذا أنا ما رحتش آكل مثلا هتبقى مشكلة كبيرة جدا، مش ممكن أروح أعمل نفسي باكل، ها، أو يعني أخطف تخاطيف بسيطة كده وبتاع عشان إيه ما يحصلش نوع من القطيعة، أو يقول لي أنت ما بتاكلش مالنا لأنه حرام وأنت بتحرم علينا عيشتنا والكلام ده. نعم. فكأن ابن مسعود في الفتوى الأولى يقول لك إيه؟ استخدمها إنك تسلك حالك وما تعملش مشاكل، لكن ما تتخذهاش بقى ذريعة كل شوية راح تاكل عنده. يعني يبقى الاسم حواز القلوب، يبقى ايه داخله في المسألة دي. فانا عايز اقول ذكر القلب في اخر الحديث اشارة الى الكلام عن الشبهة، مش الكلام عن الحلال المحض ولا الحرام المحض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمون كثير فمن اتقى الشبهات. خد بالاحوط بقى، ما انتش عارف لا ده ولا ده، يبقى احسن حاجة تتجنب المسألة وتنجو عشان تبقى في عشان الاستبراء. جزاك الله خيرا.